عليكم. اليوم غادي ناخذكم نعيش واحد التجربه جديده هنايا. جينا نشوفوا واحد الفيستيفال من اجمل الفيستيفالات هنايا اللي سميتو اوليف تري فيستيفال ديال الاردنيين. يلا نشارك معكم الاجواء وكيفاش نشوفوا الثقافه ديالهم شنو كيديروا في هذا الفيستيفال هذا. خليكم معنا تشوفوا المناظر والاجواء. أهلا وسهلا فيكم. معكم سليمان الفقيه من الجالية الأردنية. هذا الموسم الثاني بنقوم فيه أوليف تري فيستيفال، مهرجان بيحكي عن مالتي كلتشر ايفنت، عن تعدد الثقافات العربية والأردنية والسورية والمغربية والمصرية، فكل الثقافات بنجمعها زي ما انتم شايفين باحتفال. في عنا فود تراكس، عنا الخيمة الأردنية اللي بنعرض فيها جزء صغير من الثقافة الأردنية والكلتشر زي الجلسات البدوية والعربية اللي بتحسك انك انت موجود بالبلد اللي انت جاي تزوره. وفي عنا القهوة الأردنية المشهورة البدوية أيضا موجودة حاضرة معنا دائما بأفراحنا وأتراحنا والجميع. الهدف من القيام بهذا الاحتفالات السنوية اللي سميناها الأوليف تري فيستيفال، الاحتفال شجرة الزيتون، اللي بتعبر لنا احنا كعرب كثير. وهاي الاحتفالات بتقرب الناس من بعضها البعض، بتشجع السمول بزنسز انهم يعرضوا منتجاتهم للمجتمع، ويعني احنا زي عائلة واحدة موجودين مع بعض، نفرح مع بعض ونكون مبسوطين وبنقضي يوم جميل. يتم جميع بتعرفوا الناس على بعض، يعني صعب تلاقي هدول الناس مع بعض بمكان واحد. فهو الأوليف تري فيستيفال المكان الجديد اللي بلم جميع الناس، جميع الأطياف، جميع الأعراق. حلو. يعني هذا الفيستيفال يعني بنظمه كل مره في السنه. نعم. هذا الموسم الثاني. مره بالسنه. نعم. هذا الموسم الثاني. المره الماضيه كان اندور، المره هاي قررنا نسوي اوت دور لنجيب شويه اكتيفيتي للالعاب للاطفال، زي ما بنشوف هناك الجامبينج كاسل، اطول جامبينج كاسل في استراليا، طولها 11 متر، عشان نعمل جو من المرح للاطفال اللي يخليهم يحسوا بانهم يحبوا يجوا مره ثانيه، يحبوا يكونوا فرد من المجتمع. الله يكرمك. يعني احنا المغاربه ما عندنا شيء مثل هيك، يعني لو تعطينا يعني كلمه تشجع المغاربه يعملوا شيء مثل هيك، يعني يعرفوا بالثقافه المغربيه. والله يا اخوي زي ما حكينا احنا كنا ايد واحده، مغاربه، اردنيه، فلسطينيه، سوريه، لبنانيه، بس اكيد هذا العمل وراه في جهود جباره. في ناس مش موجوده ما حكت قدامكم، بس كانت تشتغل باشهر، ويعني هذا الاشي بنضم له من 4-5 اشهر قبل من اليوم. It's not easy. خاصة الطقس اليوم مثل ما شفت الصبح كان الطقس جدا سيء، بس الحمد لله بعد الساعة 1 تحسن وصار أحسن. بده تكاتف الجالية كاملة، من أطفالها، من شبابها، من نسائها، من كبارها، الخبرات كلها تجتمع في مجلس معين، وهذا المجلس يتم بخبراته وبالإفورت بالجالية كاملة ليقوموا بإنتاج إشي حلو للمجتمع الأسترالي. الله يعطيك الصحة حبيبنا سليمان، وشكرا على المعلومات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هاي الأشياء يعني حلوة كثير، وبنتمنى الموسم الجاي تكونوا معنا الجالية المغربية كاملة، مش بس. إن شاء الله راح يشوفوا الفيديو وإن شاء الله نحاولوا نجوا. حبيبنا أهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير. شرفتونا. شكرا. تعال سليم. روح هيك.
شو الكافيه اللي بتعمله؟ قهوة غلي تركيش اللي هي with sugar with no sugar، وفي قهوة سادة سعودي عند جوني. اعمل لي وحده تركي واحدة تركي مع سكر وعزومة. مع سكر يعني. من بعد مشينا شربنا قهوة، كيديروا بزاف ديال الأنواع. أول مرة نجرب القهوة التركية، صراحة كانت زوينة بزاف، يعني كانت واعرة، يطيبوها في يعني على الرمل، كانت زوينة صراحة. فيستيفال يعني يستحق يعني الواحد يجي ليه، كيقدموه مرة في العام. هذا المرة الثانية أو الموسم الثاني اللي كنقدموه، فيعني كيحاولوا يطوروا يعني ويجلبوا بزاف ديال الناس، يعني بزاف ديال الجاليات. لهذا أي واحد يعني عنده شي يعني اسمه البيزنس باغي يطورو، يقدر العام الجاي يجي يعرض داكشي ديالو هنايا، ويعني فكرة مزيانة صراحة، فكرة مزيانة. حتى لهنا غادي نساليو الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، قولوا لي في الكومنتير واش بغيتو نشارك معكم تجارب اخرى هنايا في استراليا.